فنبدا بالانهيرتد كوزز، الاسباب الوراثيه. مثلا اول حاجه فاكتور 5 ليدن ميوتيشن، طفره جينيه في فاكتور رقم 5 بتخليه مقاوم لتاثير البروتين سي اللي المفروض يوقف التجلط، فالدم يفضل في حاله نشاط تجلطي، وده اكتر سبب وراثي شائع لحدوث الفينا ثرومبو امبوليزم. تاني سبب وراثي وهو البروثرومبين جين ميوتيشن، الفاكتور 2 بيزيد مستواه في الدم فيزيد تحويل البروثرومبين لثرومبين فيحصل زياده في تكوين الثرومبين فيحصل زياده في التجلط. تالت سبب وراثي معانا وهو البروتين سي ديفيشنسي، نقص في بروتين سي. بروتين سي ده بيكون انتي كواجولانت مضاد للتجلط، فنقصه بيخلي الدم اكثر عرضه لتكوين الجلطات. رابع سبب وراثي معانا وهو البروتين اس ديفيشنسي، نقص في بروتين اس. البروتين اس بيشتغل كمساعد لبروتين سي، فنقصه بيعمل نفس التاثير، بيزود ميل الدم للتجلط. اخر سبب وراثي معانا وهو انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي، ده بيوقف عمل الثرومبين والفاكتور 10.